اليوم حتسألني هل الحب الحقيقي بيموت؟ جاوبت الحب الحقيقي لا بينتهي ولا بيكبر ولا بيتعب ولا بيموت. الحب مش كلمة ولا نظرة أو إحساس وفورة. الحب علاقة تبدأ بالقبول وتستمر بالحوار العميق والتعامل الرقيق بسم بالاعتراف الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده مشتريات النهارده بقى من السوق. اقولها لكم كده بالاسعار. جبت بقى كيلو ليمون، الكيلو فيه ب10 جنيه. وجبت بقى الكلبنتينة دي، جبت 2 كيلو، كيلو فيه ب5 جنيه. وجبت الجبنة دي، دي جبنة تلاجة كده. وجبت برضو طماطم، كيلو فيها ب5. وجبت بقى البطاطا دي، 3 كيلو فيها ب10 جنيه. وجبت برضو الكرومبة دي، وجبت بقى الخضرة بتاعت المحشي اهي. جبت الكزبرة والبقدونس والشبت. الكرومبة دي ب20 جنيه. انا جبت بقى كيلو من الجبنة كده. يعني الحاجات اللي زي دي، مثلا الفول اللي بعمله مدمس، او الفاصوليا. الحاجات اللي مثلا زي الشعرية، المكرونة، العدس. الحاجات اللي زي دي ببقى اجيبها برضو يوم السوق، عشان انا ما بخرجش كتير، فببقى جايباها بالمرة يعني. لقيت واحد بقى بيبيع غطا مراوح السقف، او مراوح مكتب، او حاجات زي دي يعني. فقلت هجيب دي اجربه، لو عجبني هجيب بقى المراوح الشقة كلها يعني. جبت بقى اللون ده. هناك الوان كتير على حسب مثلا اللون بتاع الشقة، لون الأوضة. في الوان كتير قوي على حسب ما انت عايز. جبت برضو البتنجان ده. البتنجان النهاردة كان بصراحة غالي، كان الكيلو فيه ب10، والكيلو وربع ب10. انا جبت بقى البتنجان ده. وجبت برضو البطاطس دي، الكيلو فيها ب10. انا طبعا بجيب بس الحاجات اللي هي مثلا ناقصاني، لو عندي حاجات تكملة بكملها يعني. لو عندي بطاطس بكمل عليها، عندي طماطم بكمل عليها، لو في حاجات ناقصة خالص بشتريها برضو. وبكتر منها كده على حسب ما انا عايزة يعني. وجبت برضو عنب، كيلو فيه كيلو ونص ب10. وجايبة توابل برضو، يعني اوقات بيبقى ناقصني مثلا كمون، كزبرة، فلفل اسمر. اوقات بجيبها حب صحيح وبطحنها في البيت، بحمصها واطحنها، واوقات بجيبها ناعمة كده. جبت سمك برضو، جبت كيلو ونص شبار. وجبت برضو جزر، عشان انا عندي بسلة واوقات بحتاج الجزر كده. ببشره بقى لو في اي حاجة بعملها يعني. هغسل بقى السمك اهو عشان برضه اشويه. لازم بقى تغسلي السمك كده عشان بيبقى فيه رملة وتراب كتير. بفتح بقى الخياشيم كده وبغسلها كويس قوي. وبفتح الراس من قدام برضه وبغسلها كده، عشان لو انت هتشويه بره لازم تغسليه في البيت كويس قوي قبل ما توديه يتشوى. لو هتشويه برضه في البيت لازم يتغسل كويس زي ما انتم شايفين كده اهو. الروتين بتاع النهارده خفيف زي ما انتم شايفين كده. وهعمل برضو في العشاء وصورته. ان شاء الله الفيديو يعجبكم قوي. يا ريت بقى اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني اشعار بكل جديد بنزله. تعليق حلو كده عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات على طول. وارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان عيلتي تكبر بيكم. شايفين بقى الحاجات اللي نازله منه، لازم يتغسل كويس جدا. عشان لو انت هتشويه بره مش هتضمني بقى ان هم يغسلوه او ينضفوه زي ما انت عايزه كده. بغسل بقى الحوض كويس بعد السمك كده، عشان ما يعملش ريحه بقى في المطبخ والمكان. خلاص كده اهو. غسلت بقى الحوض كويس برضو. انا بنزل بقى فيديوهات المشتريات بالاسعار بناء على طلباتكم، عشان في ناس كتير طلبت ان انا انزل فيديوهات زي دي، وفيديوهات كمان توفير، وازاي بقى تمشي الميزانيه بتاعتك زي ما كنت بتمشيها مثلا قبل كده، قبل غلو الاسعار. ازاي تقدري مثلا توفري عشان تقدري تمشي الشهر بتاعك كده، والفلوس مثلا تكفيكي زي ما كانت بتكفيكي قبل كده. فانا بقى يعني بنزل على قد ما اقدر نصايح، فيديوهات توفير، حاجات زي دي. انا بشوي بقى السمك اهو. انا عندي بقى الفرن ده، انا حاطاه في البلكونه. بشوي بقى فيه السمك. مثلا لو عايزه اعمل قرص، اي حاجه بعملها فيه. بدل ما اشوي مثلا بره ببقى ضامنه نظافته. هعمل بقى العشاء اهو خلاص كده. طبعا احنا اتغدينا بقى وغسلت المواعين وظبطت الدنيا كده. وجينا بقى في العشاء، كان عندي بقى صدور الفراخ دي، صدور بانيه. فانا عايزه بقى اعملها يعني تكفي كذا فرد كده. وكمان هتبقى موفره بقى، لا هتقلي مثلا هتعملها بانيه وتاخد منك زيت كتير وحاجات كتير. فهعملها بقى معاكم زي ما انتم شايفين اهو. يعتبر زي الشاورما كده. طعمها حلو جدا. وبتكفي مثلا كذا فرد، عشان لو مثلا عندك كميه بسيطه تقدري تعمليها بالطريقة دي.
بقطعها كده شرايح طولية زي ما انتم شايفين اهو. التقطيعة بقى اللي انت عايزاها ممكن تقطعها اصغر من كده مكعبات، او التقطيعة دي ممكن برضو تسيبها سليمة زي ما هي كده. ولو عايزة برضو تعمليها بانيه على حسب ما انت عايزة، بس انا بقول لكم يعني ايه طرق منها توفير ومنها حاجات كويسة كده بتفتح بقى النفس وتغيير يعني. انا مجهزة بقى هنا فلفل اخضر مقطعاه شرايح صغيرة كده، وقطعت برضو البصل جوليان كده، وقطعت برضو الطماطم. حابة بقى تحط قرن شطة حامي كده وفلفل الوان على حسب ما انت عايز. معايا بقى طاسة على البوتاجاز كده فيها شوية زيت، يعني معلقتين كبار كده من الزيت، هنشوح فيهم الفراخ دي لغاية ما تغير لونها كده. شايفين بقى الحجم اللي انا قطعته بقى. بس انا بقى لغايه ما الزيت يسخن خالص، عشان لو انت حطيتها في الزيت وهو بارد كده بتلزق في الطاسه، ما بتاع يعني بتتفتفت منك كده. لازم الزيت يسخن قوي عشان اول ما تحطيها بتاخد تشميعه كده وبتمسك نفسها يعني. شايفين؟ اول ما بتحطيها في زيت سخن بتاخد بقى اللون ده. بتحاولي بقى تقلبيها من وقت للتاني كده، بعد كده بتهدي عليها النار عشان ما تتحرقش معاكي كده. عايزينها الاول تغير لونها كده. شايفين؟ ممكن برضو لو عندك فراخ مطبوخة متبقية كده، صدور فراخ، أي حاجة ممكن تعملها برضو بنفس الطريقة دي. أحط هنا معلقة صغيرة كده من الثوم المهروس، أقلب بقى كله مع بعضه كده لغاية ما ريحة الثوم تطلع، وأحط بقى التوابل. ممكن بقى تعملها تحطها بقى في سندوتشات كده. ممكن تحطيها وجنبها أي حاجة تانية يعني مخلل، كاتشب. تعملي بقى جنبها بطاطس مقلية مثلا، بتنجان، حاجات من دي. بحيث بقى بتمشي امورك وتظبط الدنيا كده. عشان بقى الناس اللي عايزه فيديوهات توفير، هحط هنا بقى نص معلقه صغيره كده من الملح، ونص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره كده من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه. واحط هنا برضو نص معلقه صغيره كده من الكركم عشان يديلنا بقى لون حلو كده للفراخ. وربع معلقه صغيره كده من بهارات الفراخ او مرق الدجاج. اي حاجه كده بتخلي بقى طعم الحاجه كويسه كده عادي ممكن تحطيها. وحطيت هنا برضو ورقتين لورا، وهقلب بقى كله مع بعضه لغايه ما ريحه التوابل تطلع كده. وبعد كده احط بقى البصل. طبعا بقى بتزودي كميه البصل على حسب كميه الفراخ اللي انت هتستخدميها، او كميه البانيه. حطيت هنا بصل اهي مقطعها جوليان كده. واحط برضو نط الطماطم. واحط بقى الفلفل، واقلب بقى كله مع بعض. هي الفراخ ما بتاخدش وقت اصلا، يعني يعتبر تستوي على طول. هسيبهم بقى مع بعض شويه كده لغايه ما البصله بقى تستوي والطماطم كده والفلفل. شايفين بقى الجمال؟ جربوها ان شاء الله تعجبكم قوي. شايفين؟ خلاص كده استوت اهي. هطفي عليها البوتاجاز بقى. رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعونا انزل لكم فيديوهات على طول. وفعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان انت تكبر بيكم. شايفين بقى حلوه قد ايه؟ رب الفيديو ينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.